كلمنا عن اكتئاب ما بعد الحج. نفسي ارجع مكة ومش قادر ارجع لحياتي الطبيعية. دي نعمة كبيرة. نعمة كبيرة ان الانسان يرجع من مناسك كبيرة زي دي يشعر بالافتقاد لهذه الحالة الروحانية، او يشعر انه مش ضايق طعم العبادة ومش حاسس انه عارف يصلي في بيته ولا في الجامع اللي تحت بيته من كتر ما هو صلى في المساجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وبالتالي هذا الامر بيخليك واقف على باب ربنا، وكان تقول له يا رب ثبتني وقويني. وناس ترجع من الحج حصل لها سقطة كبيرة جدا، بعض الناس، وبعض الناس ترجع تكمل كده، فواحد يقول لهم كلمة مش حلوة ومش من السنة وكلمة وحشة وما عليهاش دليل، انك لو عصيت بعد الحج يبقى ربنا مش قابل الحج. القبول بتاع ربنا مين قال كده؟ خلاص العمل خلص وطلع لربنا. كيف تذهب السيئة الحسنة؟ احنا ما عندناش ان السيئات يذهبن الحسنات، عندنا ان الحسنات يذهبن السيئات. ربنا تقبل وغفر للناس يا اخي، فلا نضيق على العباد رحمة ربنا. ولكن الوقعة اللي بتقعها دي بيخليك تقوم وتتخض. ايه ده انا كنت طاير مع ربنا هناك في الحرم وعند النبي عليه الصلاة والسلام، الحقني يا رب. فتنزل بقى بيت ربنا وترجع لوردك في القرآن، وما تسيبش سبحتك زي ما كنتش بتسيبها زمان، وما تخليش الروتين اليومي بتاع انشغالك في بلدك يشغلك عن الخلوة اللي انت كنت فيها هناك، بس اقل شوية. هناك كان في تفرغ للاوقات، دلوقتي هتاخد نص ساعة تخلص فيها اورادك واذكارك، وقلبك يبقى مع ربنا كده وانت في وسط مشاغلك. فالاحساس ده احساس انا بشوفه نعمة، عشان بيرجعنا لربنا سبحانه